تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس بإقليم القطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة من القضاء على إرهابيين 2 حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائري. وجاء في بيان الوزارة أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس 2024 بإقليم القطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة من القضاء على إرهابيين 2، ويتعلق الأمر بكل من مساني السبتي ويونس عبد الله. وأوضح نفس المصدر أن هذه العملية مكنت من استرجاع بندقية نصف آلية أول من نوع سيمينوف، كمية من الذخيرة، سلاح أبيض، سيف، بالإضافة إلى منظار وأغراض أخرى. تأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى على يقظة وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني حتى القضاء النهائي عليهم.